وثمة أمر ملاحظ، وهو اعتياد كثير من المسلمين الاحتفال برأس السنة الميلادية. ألم يجد هؤلاء من يعلمهم حرمة ذلك؟ ألم يجد هؤلاء من ينكر عليهم؟ أين الخلل يا عباد الله؟ إن الخلل فينا نحن الذين تعلمنا ذلك وتدارسناه في مثل هذه الخطبة وغيرها من مجالس العلم. علمنا ذلك ولكننا لم ننكر، ولكننا لم نبذل الوسع والجهد في تعليم الناس والإنكار عليهم يا عباد الله. فواجب على كل مسلم على حسب طاقته واستطاعته إذا علم حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية أن يعلم الناس ويعلم غيره ذلك، وأن ينكر عليهم. فإذا بعث لك أحدهم رسالة فيها تهنئة برأس السنة الميلادية رد عليه بأدب، علمه أن هذا الأمر خطير، إنه يتعلق بنقص لا إله إلا الله، وقد يكون ناقضا لها إذا أحب المشركين وأحب دينهم وأحب ما هم عليه يا عباد الله من الكفر والضلال. إن الواجب علينا جميعا أن نقوم بالدعوة إلى الله عز وجل وبتعليم الناس ما تعلمناه وعلمناه. هي وظيفة شرف الله بها هذه الأمة، هي وظيفة شرف الله بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإننا يا عباد الله تركنا ذلك وضعفنا، وتجد كثيرا منا يتقاعس عن الدعوة إلى الله، يتقاعس عن تعليم الناس، يتقاعس عن إنكار المنكر. ما سبب ذلك؟ إما أن يكون تهاونا وتكاسلا وتفريطا، أو يكون ذلك يا عباد الله جبنا يلقيه الشيطان في قلوبنا وتخوينا، أو يكون ذلك اعتمادا على غيرنا وتسويفا، أو يكون ذلك يأسا من الإصلاح وقنوطا. وكل هذا لا ينبغي يا معاشر المسلمين. إن المنكر لا يقل فينا ولا يقل في مجتمعنا إلا إذا قمنا بواجب الدعوة إلى الله، إلا إذا قمنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا عباد الله، محتسبين ذلك عند الله عز وجل ومعذرة له سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم اهدنا أجمعين واهد بنا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.